هي لم تخلق إلا لتكون السند والأنيس والحضن الدافئ. زرع الله فيها القوة وخصها بقدرة تقديم تضحيات هي نفسها لا تعرف مقدارها. رزق نموذج للمرأة المكافحة التي تحاول قدر الإمكان أن تلم شتات عائلتها متحدية كل الظروف، فهي واحدة من النساء اللاتي يشكلن 70% من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الله يبارك فيك. تكلمين عربي ما شاء الله. شو تبيعين اختي؟ شو عندك؟ عندي بور. شو هذا؟ هذا نسميه نحن بالصومالي ماخومبي. شو تسميه في الصومالي؟ نسميه خميره ولا ماخومبي. خميرة. على كم الخميرة؟ هذا ألف. الوحدة كم؟ ألف. الوحدة ب1000. غالية انتي صراحة. والله مش غالي. تريد تشتري؟ بس يعني. أنا ما أفهم صومالي. اوكي. انت شو قلتي لي؟ شو الكلمة هذه؟ انا قلنا يعني تريد تشتري يعني بالصومالي. صراحة أريد أشتري بس غالي. يعني أنا عشان أكون واضح معك أنا معاي. على كم عندك أنت بنعطيك؟ كم عندي؟ هذا اللي عندي هذا 1000. هذا آخر 1000 معاي. اوكي تريد حبتين حتى مش مشكلة بنعطيك. حبتين؟ الحمد لله مش مشكلة بنعطيك. صراحة أنا متردد أشتري لأن هذا آخر 1000 عندي. مش مشكلة ترى تريد عادي خذ حتى مش مشكلة. الله بيجيبها مش مشكلة. أنت عادي ياخذ. يلا ناخذ. خليها غدا وعشاء اليوم. لا ما على خذ حبتين حتى ما على الحمد. متأكدة؟ ايوه مش مشكلة. أكيد؟ ايوه اكيد. عندك كيس شيء ولا لا؟ لو نحن مش مسكونة بليد ما عندنا كيس. مشكلة أنا ما معي. في منديل. أوكي. خذ اثنين. متأكد آخذ 2 مش ب1000؟ مشكلة الحمد لله خذ. أكيد؟ ما علي. الله بيجيبها ما عليك. الله ونعم بالله. أكيد الله يجيبها. ايوه الله بيجيبها ان شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نجربها عاد؟ نجرب الطعام؟ جرب. أنا أعطيتك 1000 ولا لا؟ ايوه اعطيتني. أكيد؟ بس يبي لها شوي شكر. شكر زيادة أو عسل. عسل ما عندنا عسل. أو الواحد ياكلها مع الشاي. هذا ابنك؟ شو اسمه؟ ابو بكر. أبو بكر، كيف حالك؟ يتكلم عربي أبو بكر؟ نهائي؟ أنت من متى ما شاء الله فاتح المشروع هذا؟ هذا والله من يوم جينا نحن هنا نبيع لنا هذا عشان نترزق منه. أنت من وين جيتي؟ انا نحن يعني وين في أي منطقة كنت ساكنة؟ هنا ولا في منطقة ثانية في الصومال؟ لا نحن كنا في مقدشو. مقديشو. وليش جيتوا هنا؟ جينا عشان نترزق يعني الحمد لله. بس انا عندي عيال وعيال هناك عندي في الصومال. يعني عندك هنا وعندك في مقديشو. ايوه. طيب أنت ليش ما ترجعي يعني؟ هناك اذا رجعت مش لازم الحين ابدا يعني. وما عندي احنا سفر ما سفر ايش بسافر فيه. ما في سفر ان شاء الله اذا حصلنا ان شاء الله ما عليك. يعني انت ناويه ترجعي لكن ظروفك ما تساعدك. كله خير. ايش يعني؟ ابو بكر يدرس ولا لا؟ ابو بكر الحين بغينا بمدير الانسان. يعني حتى ابو بكر ما يدرس. الله يعينك والله يا اختي. طيب الحمد لله كله خير. الحمد ان لله. شاء الله يكبر ابو بكر ويشيل امه ان شاء الله. شكرا الله. واخوانه. طيب انت ما شاء الله وين تعلمتي العربي؟ انا كنت اول كان في الامارات بعدين سافرت. انت كنتي في الامارات ما شاء الله. أول. كم سنه ظليتي في الامارات؟ في الامارات يمكن 9 سنين. 9 سنوات.
انا اسف على السؤال، انت زوجك وين؟ طلق الله ينزل زوج. كله خير، كله خير، الله يعينك ان شاء الله. طيب انا اول شيء اشكرك لانك انت ساعدتيني، يعني وانا لازم الناس الاخوان يتساعدوا تعرف. صدقتي، الناس للناس، ايوه الحمد لله. يعني اذا ما حد ساعد اخوه شو فائده الحياه كلها؟ الحمد لله. هذه اليوم نتعشى فيهم ترى، يعني انا بس عشان يكون واضح معك، انا ظروفي نفس ظروفك ما علي ان شاء الله بفتحها عليك ان شاء الله. ان شاء الله. انت تعرفين انا من وين؟ ما سالتك. ليش ما سالتيني؟ ما انا سالتك، انا من الامارات. والله والله الحمد لله. والله الامارات ما شاء الله عليها حلوه كثير الحمد لله. يعني انا اول مره اشوف من اهل الامارات. يشتغلون في الصومال. ايوه والله العظيم اول مره شفته واحد. يعني هي فرصه، انا عندي فرصه هنا اشتغل، ايوه وما في مشكله الواحد يطلع، المهم يشتغل، ايوه صح. لكن صارت ظروف وتورطنا. انت الحين عايشه مع ابو بكر بس هنا؟ ابو بكر 3 ثاني. 3 ثانيين. واللي في مقديش كيف مع مين عايشين؟ مع اختي. مع اختك. لان عندها عيال وعيال يتامى، عندها زوجها كان ماسكه عيالها الله وعيال يرحمه. مع بعض. عيال اختي. الله يعينكم، الله يعينكم. طيب انت، انا اسف بعد اسئلتي، لا ما عليه. بس- الواحد يتسال يعني ما فيها شيء عادي. انت متى راح ترجعي مقديشو؟ يعني اذا انت ظليتي تجمعي هالفتره، متى راح ترجعي مقديشو؟ والله الله هو العالم، لكن انا لو حتى اشتغل لي هنا عادي، انا بشتغل لي فما يوم كذا تعرف، مره الواحد يحصل مره ما يحصل، فالواحد لازم يقول الحمد لله. مش لما نحصل يعني ننبسط وما نحصل يعني ما ننبسط، كل الواحد لازم يحمد الله. الحمد لله. ايوه الحمد لله. طيب انت ساكنه وين؟ انت الحين ساكنه وين؟ انا صندقتي مكان اشتغل ولا مكان ساكن هنا؟ لا وين ساكنه؟ في صندقه ورانا مش بعد في صندقه؟ هي نعمه، هذه الابتسامه صدقيني نعمه. ايوه الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عندي ورقه بيعطيك اياها. ايوه هذه الورقه، وين انا حاط الورقه؟ فرحتني اليوم من الامارات. انا فكرت اني فرحتك لاني اعطيتك لاني اشتريت منك. لا شكرا، هذا فرحتني واغلى من عندي في الامارات والله. يعني فرحتك اكبر لانه من الامارات. سبحان لا والله العظيم. الله يرحمك. الله يرحمه. يا اخي ممكن تشوفي هذه الورقه؟ ما اعرف انت ما تقرين؟ بس اعرف اسمي فيها انت تعرفين اسمك؟ بس. ايوه شو مكتوب؟ ما اعرف الثاني. مكتوب رزق صح؟ ايوه هذا. ام بكر. ايوه. ام ابو بكر. ابو بكر يقرا ولا لا؟ ابو بكر شوي يعرف على العربي طيب هذه ورقه فيها اسمك. اوكي طيب مسكي ممكن هذه شوي. اوكي امسك لك يا ما عليك. سامحني. طيب يا ام بكر، ام ابو بكر، ايوه عندك بساعدك. تساعديني في شو؟ ما ادري لانك تسوي تشوف تمسكهم فيه عشان اساعدك امسك لك اي شيء. طيب امسكي هذه، خليها عندك. هذا خليه عندي. ايوه لحظه. يا استاذ رزق، اللي موجود هني ايوه ما شاء الله ما شاء الله. استاذ رزق، انا في مره واحد قال لي السعيد ممكن ما يملك كل شيء لكنه يملك القناعه، وهذا اللي انا شفته عندك، شكرا. وعند كثير من الناس الجميلين البسطاء ايوه شكرا. اللي ابتسامتهم موجوده في كل مكان. الحمد لله شكرا. طيب. جزاك الله الف خير. الله يبارك فيك. اللي مكتوب في الورقه ايوه
ان احنا راح نسوي لك ان شاء الله محل او كافتيريا. انت ساكنه في الامارات، عارفه الكافتيريا. طيب طيب نسوي لك كافتيريا صغيره او كافتيريا كبيره حسب اللي انت تحتاجينه. المبلغ هذا راح يساعدك ان انت تروحي مقديشو. اول شيء تشوفي اولادك. دام بفتح لي مجلس، بفتح لي هنا. طيب ليش ما تفتحي عند بناتك، عند اولادك؟ الاولاد بيكون تعرف هنا شويه ما في اشياء عشان هنا الاوضاع احسن. ممكن اجيبهم، ممكن يدرسوني، ممكن سبحان الله. تقدرين تجيبينهم الحين؟ أيوة. تقدرين تخليهم يدرسون هنا؟ ايوه عادي، كل مره ما بخاف يعني. وان شاء الله راح انت ما عندك بيت، عارفه انا عندك صندقه تنامي فيها، والناس كل يوم يطلعونك من بيتك. مرات اروح عند جماعه اعرفهم عندهم في البيت انام لي يعني هذه، لكن ما عندنا بيتنا احنا. يلا الحمد لله كله خير. شكرا جزاك طيب الله. ان شاء الله راح يصير عندك مكان ان شاء الله الحين تنامين فيه ان شاء الله انت واولادك سبعه صحيح؟ ايوه 7. ان شاء الله في المره اللي جابتنا عندك ايوه هي ان شاء الله راح تاجر لك، اوكي ويمكن في نفس البيت ان شاء الله تفتحين الكافتيريا. اوكي شكرا. وش افضل لك؟ جزاك الله الف. وش افضل لك؟ أيوة. اولادك يكونون عندك. طيب شكرا ابو بكر جزاك الله ألف خير. اعطي هذه لابو بكر هديه. شكرا ماما. طيب. شكراً. انا اشكرك على ابتسامتك، الله يفتح عليك. وان انت ساعدتيني. شكرا، انت اللي ساعدني اليوم ما ادري. والله مش انا، الناس اللي يحبوك، واحنا في النهايه يعني شكرا، الله يفتح عليك وسطاء. الجميع ان شاء الله. معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني الله يجعلك من يعني اسباب الخير لاولادك وللناس ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا اختي. اهلا وسهلا. ما عندنا بس الكاميرا ولا الكرسي. لا انا ما احتاج الكرسي، لان حتى هذه انا ما احتاج، انا جبتها بس ها عشان ابين لك اني انا تعبان، وانا الحمد لله ما في شيء. وللامانه يعني انا والله ما اعرف شو اقول لك، بس ترى انا وضعي الحمد لله جميل، يعني مش محتاج غير ان دعوه حلوه لي واللي يساعدوني. شكرا يا اختي، الله يبارك فيك. هذه تحتاجينها؟ والله اذا انت مش محتاج لها، لا انا بطرشها كان لاختي. اختك محتاجه عكازه؟ لأن قطع رجلها مرتين، لا عشان صار عندها سرطان كان. الله يعينها. ايوه قبل شهر اللي قطعوه منها، هذا في المستشفى حتى ما طلعت. ما ركبت اطراف صناعيه؟ لا الحين اللي خيطوها الرجل. شو اسم اختك؟ عاشا. هذه هديه لعايشه، صح انها بسيطه لكن سبحان الله راحت للي يستحق. شكرا يا ساده رزق. الله خير، الله يفتح. الدنيا بخير والناس للناس. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. معاك ان شاء الله، معاك ان شاء الله. شكرا.